السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. اول تعليق لمحمد فارس مذيع قناة النادي الاهلي وبرنامج في ظهر الاهلي، بيتكلم على صفحته، بيعلق بعد فوز الاهلي النهارده وبيقول ملخص المباراة دي ان كرة القدم مش كيمياء ولا علوم فضاء. كرة القدم محتاجة بس تعمل السهل والمنطقي، والجمهور اوقات كتير جدا بيكون هو اللي صح. ده كان تعليق محمد فارس. وكمان بيقول نصيحة لوجه الله مدرب النادي الاهلي، يا اخي لما تيجي تلعب ماتشات كبيرة وصعبة بعد كده ما تطلعش ديانج من الملعب الا لو عندك كانت على الدكه، هو هينزل مكانه. ديانج رغم كل مساوئه في كوره، انا عن نفسي بعيده بقى عن محمد فارس، انا شفتها الكوره دي كانت تقريبا ممكن تبقى انفراد، او مش تقريبا، هي كانت يعتبر انفراد، ولكن هو كان في نص الملعب وكان شايف وقاري ان الجبهه ناحيه محمد هاني. محمد هاني كان واضح ان هو سرحان او متقدم، فما كانش موجود في مكانه او في مركزه من ناحيه الدفاع، فعمل سبرنت، توقع فعلا الكره هتتلعب له، وفعلا الكره اتلعبت للاعب، واللاعب كان ممكن يسبق، بس هو السبرنت بتاعه خلاه بقى واقف قدامه جوه منطقه الجزاء ومرضيش يضغط عليه الا لما ابتدى ياخد قرار ان هو يحاول يعدي، تمام، وراح مادد رجليه بطريقه رائعه، قاطع الكوره وخدها بعد كده محمد هاني اللي رجع متاخر وخد الكوره وخد فاول. الكرة دي جون حقيقي كان ممكن يحصل زيه زي المباراة اللي فاتت بتاعت مودرن سبورت، برضو نفس القصة، ولكن انت عندك هنا ديانج عنده ما شاء الله لياقة بدنية عالية جدا، فبالتالي فارق معاه. ده بالنسبة لديانج. بالنسبة بقى لمحمد فارس والمباراة والفوز، بيقول فوز مهم جدا برباعية، هي رسالة لريبيرو نفسه انه يقارن بين الماتش اللي فات والماتش ده. ماتش فاركو ده اللي غير فيه افكاره تماما ونزل فيه تقريبا 70% من المحترفين او اكتر كمان، لان نزل بعد كده جراديشيار في الشوط الثاني. الماتش اللي فات فيه 4 اجانب من الاهلي على الدكه جنب ريبيرو ولاعب اجنبي وحيد في الملعب، والمفروض يكون فيه 4 اجانب على الاقل من ال5 في الملعب، وده اللي حصل النهارده. والخامس جراديشيار لما نزل سجل. الماتش اللي فات قلت كارثه ان مفيش اوفرلاب واحد اتعمل بين الجناح والظهير، ولازم نعمل ده على الطرف. والنهارده الهدف الاول من الاوفرلاب بين تريزيجيه وهاني اللي لعبها لمحمد شريف. الماتش اللي فات قلت هتلعب كره هجوميه ازاي ودفاعك مش مكشوف وديانج جنبك على الدكه. النهارده ديانج هو اللي عمل لك العمق قدام للاتنين المدافعين، ولما طلعت كشفنا في كذا كورة فيهم هجمتين ورا بعض لفاركو نتيجة تمرير خاطئ من كوكا اللي في قلب الملعب. بن شرقي حتى وهو مش في أفضل حالاته صنع هدف رائع جدا، الهدف الثاني لزيزو. ومع الوقت الخماسي بن شرقي وبن رمضان وزيزو وتريزيجيه وشريف او جراديشيار لو موجودين، انت لازم هتتعب اي دفاع. مصطفى شوبير محتاج يشتغل بهدوء ذهني على قرار التمرير لكريم فؤاد الماتش اللي فات قرار متسرع، وقرار انه ما سابش الكوره لركنيه النهارده برضو قرار متسرع، وكلفونا هدفين. فلازم مصطفى يلعب السهل ما يعقدهاش على نفسه.